اهلا بيكم. لو جاي تشتري فيلا جديده ففي 10 نقط مهمين هقول لك عليهم بحيث تعرف تختار الفيلا المثاليه. انا هنا مش جاي اقول لك ازاي تختار الكومباوند اللي تشتري فيه الفيلا دي، لان انت اعتبرت ان انت عديت المرحله دي خلاص. انما انا بتكلم دلوقتي جوه الكومباوند اللي انت خلاص استقريت عليه. انا هقول لك ازاي تختار الفيلا المناسبه، افضل فيلا بحيث تحقق لك اعلى قيمه مقابل الفلوس اللي هتدفعها. نقطة رقم واحد هي نقطة المساحة بتاعة الفيلا. وزي ما احنا عارفين ان المساحة بتاعة الفيلا بتنقسم لمساحتين: مساحة الأرض اللي عليها المبنى، ومساحة المباني بتاعة الفيلا. فكل ما طبعا المساحة كانت أكبر كل ما يكون أفضل. وطبعا برضو مهم جدا ان هي مش موضوع أكبر وخلاص، إنما المهم ان هي تكون بتوفي باحتياجاتك واحتياجات أسرتك. بس بوجه عام الفيلا اللي مساحتها أكبر طبعا بتكون أفضل سواء للسكن أو الاستثمار. النقطة التانية هي الموقع داخل الكومباوند. يعني ايه؟ يعني الفيلا دي مكانها جوه الكومباوند فين؟ هل هي قريبة من الكلاب هاوس ولا لأ؟ هل هي قريبة مثلا من الخدمات ولا لأ؟ هل هي قريبة من مثلا أماكن بتحتاجها زي المسجد، زي الكافيه، زي أي حاجة من الحاجات اللي ممكن تحتاجها جوه الكومباوند ولا لأ؟ وكمان ده بالنسبة لحتة القرب، أنا كمان بقى عايزها تكون مش قريبة قوي من حاجتين: السور والبوابه. يعني الفيلا لما بتكون بتطل على السور او جنب السور على طول دي بتكون حاجه مش كويسه غالبا، بيبقى فيها بعض الخصوصيه زياده ماشي، بس في الاخر هي بوجه عام الفيلا اللي جنب السور بتبقى اقل شويه في السعر من الفيلات التانيه. انما يفضل تكون في قلب الايه، قلب الكومباوند. وما تكونش جنب البوابه بالظبط او لازقه في البوابه، يعني ما تكونش سواء بوابه الكومباوند نفسه او بوابه البارسل. يعني ساعات بيبقى في كومباوندات مساحتها كبيره بتتقسم جواها الفيلات مثلا في مجموعه من البارسلز زي الاحياء الصغيره جوه الكومباوند الواحد، زي كومباوند ميفيدا في التجمع على سبيل المثال، او لافيستا سيتي في مدخل العاصمه الاداريه. فلما تكون انت جوه البارسل يفضل انك ما تكونش جنب سور البارسل على طول، لان كل شويه بيبقى حد داخل مثلا، ناس بتاع الدليفري، في حاجه حد بيتكلم مع بتوع الامن، الكلام ده كله. فيفضل انك ما تكونش جنب السور ولا انك تكون جنب البوابه مباشره. النقطه الثالثه هي نقطه الناصيه او الخصوصيه. كل ما يكون ليك كل ما تكون الفيلا بتاعتك ناصيه كل ما يكون افضل. في حد يقول لي هو الفيلا اصلا، لو انا بالذات لو هي فيلا ستاند الون او فيلا مستقله، فانا معايا الاربع واجهات بتاعه المبنى. انا هنا مش بقصد المبنى نفسه ان انت تكون جوه المبنى نفسه ناصيه او لا، انا بتكلم ان لو في مجموعه فيلات فيفضل ان الفيلا بتاعتك تكون الى حد ما واخده خصوصيه، او ان هي تكون الفيلا الناصيه اللي هي تكون اول واحده في الصف او اخر واحده في الصف اللي انت بتتحرك جواه. والكلام ده نقدر نشوفه لو احنا بنبص على ماستر بلان او على توزيعه فيلات جوه كومباوند. هتلاحظ ان في فيلات اللي هي بتكون الكورنر اخر فيلا غالبا بتكون مساحه الارض بتاعتها اكبر، وغالبا بتكون الهواء عندها احسن، وكمان بتكون الخصوصيه عندها كمان غالبا افضل. النقطة الرابعة هي نقطة الفيو. يعني هل انت الفيو بتاع الفيلا بتاعتك دي بتبص على لاندسكيب، ولا بتبص على ووتر فيتشرز، ولا بتبص على جولف، ولا بتبص على ايه بالظبط؟ كل ما يكون طبعا الفيو بتاعك اوسع واكبر واجمل كل ما ده طبعا يكون يعني بيزود من قيمة الفيلا بشكل افضل. وكمان موضوع الفيو ده كويس، ان انت لو الفيلا بتاعتك بتبص على فيو حلو جميل، انت غالبا تقدر تخرج من الجاردن بتاعت الفيلا على الفيو ده، تقدر تتمشى، تقدر لو عندك مثلا بيتس حيوان مثلا اليف زي كلب او قطه، تقدر تتمشى مع الحيوان بتاعك الاليف في الجاردن اللي هي بتاعه الكومباوند نفسه او كده. فده بيبقى برضو حاجه ظريفه قوي ان انت تكون على فيو حلو. النقطة الخامسة هي نقطة تقسيمة المباني. نقطة تقسيمة المباني دي الحقيقة يعني محتاجة لها شرح يعني لوحدها في فيديو. بس بوجه عام هي الفيلا فيها كام غرفة نوم؟ فيها كام تويلت؟ الغرف النوم كام واحدة منهم ماستر يعني بالتويلت والدريسنج الخاص بيها، او على الاقل بالتويلت الخاص بيها؟ الفيلا فيها غرفة ناني ولا ما فيهاش؟ وغرفة الناني دي لها حمام خاص بيها ولا لا؟ هل في عندك درايفر روم، يعني عندك اوضه للسواق او للحارس ولا لا؟ ممكن تكون انت مش محتاج سواق دلوقتي او مش محتاج حارس في الوقت الحالي، بس ممكن تحتاج قدام، فيفضل ان يكون الفيلا فيها مكان لغرفه حارس او غرفه سواق. هل انت عندك في غرفه نوم في الدور الارضي ولا لا، اللي بيبقى بيسموه سويت او جناح؟ يعني مثلا في ساعات بعض العملاء بيكون جاي يسكن ومعاه مثلا والدته عايشه معاه، فلما يكون في عندك غرفه نوم في الدور الارضي غالبا دي بتبقى مفيده لكبار السن، او لو انت بيجي لك ضيوف كتير وممكن يبقى فيه منهم حد يبات او كده، فيفضل جدا ان يكون في غرفه نوم في الدور الارضي بحمام مستقل ليها. ده بيدي يعني رفاهيه كويسه جدا. او لو انت مش محتاجها غرفه نوم ممكن تستخدمها كغرفه مكتب. دي برضو بتكون حاجه مفيده جدا لو جالك مثلا عميل، لو انت عندك شركه او بيزنس جالك عميل البيت تقدر تستقبله في غرفه المكتب دي، بتبقى اضافه كويسه جدا للفيلا.
نقطة كمان مهمة، هل في مكان بالنسبة للتقسيمة اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي، تقسيمة المبنى الداخلية، هل في مكان لأسانسير ولا لا؟ موضوع الأسانسير ممكن يكون انت دلوقتي مش فارق معاك لأن انت اوريدي ما شاء الله صحة كويسة تقدر تطلع وتنزل سلالم، انما لو لا قدر الله في إصابة او لو في اي حاجة بيبقى موضوع الأسانسير مهم. فهل في مكان للأسانسير ولا لا؟ وفي نفس الوقت ده كمان بيزود جدا من ثمن الفيلا بعد كده، لو انت جيت تبيع الفيلا بعد كده او تأجرها وفيها مكان للأسانسير او فيها الأسانسير راكب بالفعل، حتى لو انت مش محتاجه دلوقتي ده بيعلي من قيمة الفيلا مستقبلا. من ضمن برضه نقط ان في التقسيمه الداخليه، هل الفيلا فيها حمام في الروف ولا لا؟ لان في فيلات للاسف ما بيكونش فيها حمام في دور الروف، فده بيبقى حاجه سيئه جدا. انت لو بعد كده عندك مثلا حفله شوي في الروف، باربيكيو، مثلا عندك ولادك بيلعبوا بلاي ستيشن مع اصحابهم او الكلام ده كله، او عندك حفله عيد ميلاد، فموضوع حمام في الروف ده بيبقى مهم جدا جدا. وللاسف في بعض الفيلات ما بيبقاش فيها حمام في الروف، فدي نقطه مهمه انك يكون عندك حمام في الروف، لان بيكون فيه غرفه ليفنج زائد حمام، فالاثنين مهمين يكونوا موجودين، حمام زائد غرفه الليفنج في الروف. النقطه برضو، هل بالنسبه للدور الاول هل في كيتشنات ولا لا، او مكان ليها كيتشنات؟ لو حد فينا ما يعرفهاش، هي بتكون زي رف كده رخامه، بيبقى ممكن يبقى او ثلاجه صغيره يتحط فيها مثلا عصير، يتحط فيها مثلا لو انت عايز تعمل كوبايه شاي او نسكافيه او الكلام ده كله. فالكيتشنات في الدور الاول دي بتبقى مهمه، ان انت مش محتاج تنزل للدور الارضي عشان المطبخ دايما بيبقى في الدور الارضي، مش محتاج تنزل الدور الارضي مخصوص عشان تعمل مثلا كوبايه شاي او تشرب نسكافيه او تشرب ميه او الكلام ده كله. وجود كيتشنات في الدور الاول دي بتكون حاجه من الحاجات المهمه وطبعا مفيده جدا يعني. ده بالنسبه لنقطه التقسيمه الداخليه. النقطة رقم 6 هي مساحة الجاردن الصافية وشكلها. مساحة الجاردن الصافية دي يعني أنا النهاردة مثلا اشتريت أرض فيلا مثلا الأرض بتاعتها مثلا 350 متر، ومساحة المبنى في الدور الأرضي هنقول مثلا مساحة المبنى في الدور الأرضي مثلا 200 متر، يبقى أنا مساحة الجاردن الصافية قد إيه؟ 100 متر. دي مساحة مش كبيرة قوي، بالذات لو هي متوزعة بشكل مش كويس. يعني ايه؟ يعني انت عندك لو الفيلا بالذات لو هي فيلا ستاند الون، فيلا مستقله، فيبقى ساعات عندك مدخل من الجنب اليمين وفي مدخل تاني من الجنب الشمال وفي عندك جزء امامي، وبعد كده الاستفاده الحقيقيه من الجاردن بتكون في الجزء الخلفي اللي هو الباك يارد. فالجزء اللي هو بتاع الباك يارد ده لو انت اوريدي اهدرت مساحه من اليمين ومن الشمال ومن قدام الفيلا، فتلاقي ان مساحه الجاردن الصافيه في الباك يارد مساحه صغيره، بالذات كمان لو الفيلا التقسيمه بتاعتها او الارض بتاعتها عامله على شكل حاجه اسمها ترابيزويدال يعني شكل شبه منحرف، يعني بتبقى عامله شبه كده او عامله حاجه شبه كده اللي هو مش مستطيله. فبتبص تلاقي ان المساحه بتاعت الجاردن الخلفيه ممكن تكون مش مظبوطه قوي، بحيث ان هي تبقى ينفع يتعمل فيها مثلا سويمنج بول، لو انت عايز يتعمل فيها قاعده كويسه جنب السويمنج بول، تعمل فيها مكان للباربيكيو اريا او للشاوي. فالشكل الجاردن كمان مش بس مساحتها، شكلها ومساحتها الاثنين مهمين جدا. ودي نقطة برضو ممكن نتكلم فيها بشكل أفضل من كده بس في فيديو مستقل. النقطة برضو مهمة بالنسبة لحتة الجاردن، هل في مكان ينفع إن أنا أعمل باركنج للعربية بتاعتي جوه الفيلا ولا لأ؟ أو جنب المدخل بتاع الفيلا ولا لأ؟ لأن في فيلات بيبقى المدخل بتاعها من قدام ضيق ما يسمحش إن أنا أعمل باركنج، او الباركنج بيبقى عربيه وراها عربيه مش عربيتين جنب بعض. فبرضه الموضوع هل في مسموح او اقدر اعمل باركنج في الفيلا ولا لا؟ دي بتفرق كتير مع الناس العملاء اللي بيسافروا فترات طويله، فدي بتبقى نقطه مهمه برضه، موضوع الباركنج جوه الفيلا او لا. وطبعا ده حسب مساحه الارض وتقسيمتها. نقطه برضه، النقطه رقم 7 هي نقطه البحري. ايه ده، هي الفيلا فيها بحري وقبلي؟ طبعا. الفيلا البحري بتاعها غالبا بيكون من الباك يارد، يعني الجزء الخلفي من الفيلا اللي هو غالبا بيكون فيه الجاردن ده، لما يكون بحري يعني باتجاه الشمال او الشمال الشرقي او الشمال الغربي، ده اللي هو بيكون البحري. وطبعا البحري ده ليه يعني نقاش ممكن نبقى نتكلمه بعد كده، بس بوجه عام الفيلا طبعا لما تكون بحري ده بيكون افضل، اللي هي حتى بنلاقي في اعلانات مكتوب لك فيسنج نورث، يعني بتبص اتجاه الشمال اللي هو البحري، ودي بيكون الهواء والشمس بتاعتها الهواء والشمس بتاعتها بيكونوا افضل من الفيلا اللي قبلي او اللي هي مش بحري يعني. النقطة رقم 8، هل الفيلا فيها بيزمنت ولا لا؟ او لو فيها بيزمنت هل هو ووكينج بيزمنت يعني بيفتح لك على الجاردن ولا لا؟ لان في بيزمنت بيبقى مدفون اللي هو ما فيهوش اضاءة ما فيهوش تهوية طبيعية، وطبعا بيبقى مش كويس. انما الافضل هو البيزمنت يكون اللي هو الاوبن بيزمنت او الووكينج اللي بيسمح لك على، او اللوك ثرو اللي بيسمح لك على انك تطلع على الجاردن على طول مباشره. والبيزمنت بوجه عام بيبقى كويس، يعني بتعمل فيه جيم، بتعمل فيه غرفه العاب، بلياردو، سينما، حاجات زي كده يعني. فالبيزمنت بيبقى بوجه عام كويس. فلو انت قدامك فيلا بيزمنت او فيلا من غير، يفضل انك تجيب الفيلا بيزمنت، بالذات لو انت بتحتاج مساحات كبيره. لو ما بتحتاجش مساحات كبيره خلاص يبقى ممكن تقيم الموضوع اذا كنت محتاجه او لا، حسب طبعا التكلفه والسعر الفرق فلوس. نقطة رقم 9 هو نظام الدفع بقى. نظام الدفع ده قبل كده اتكلمنا عنه أكتر من مرة، إن نظام الدفع أهم من السعر، بس طبعا كل ما تاخد الفيلا بالتقسيط ويكون فترة تقسيط طويلة كل ما يكون أفضل، بالذات لو المقدم بتاعها قليل.
النقطة رقم 10 هي نقطة التصميم الخارجي. يعني في فيلات بيبقى التصميم بتاعها الخارجي مودرن، وفي فيلات التصميم بتاعها بيكون كلاسيك. عادة ومن خبرتي يعني، طبعا هو التصميم الخارجي ده بيبقى أذواق، يعني في حد يحب تصميم وحد يحب تصميم تاني، بس بوجه عام أنا أعتقد يعني إن الفيلات اللي هي التصميم بتاعها بيكون كلاسيك دي غالبا بتكون اغلى في السعر بعد كده من التصميم المودرن، برغم ان في شركات كتيره بدات تتجه للتصميم المودرن الفتره الاخيره. الا ان انا يعني انا شايف في رايي يعني ان هو الكلاسيك بيكون يعني ليه سعر اعلى من المودرن، وفي الاخر دي طبعا بتبقى اختيارات. بس انا بقول كده ليه؟ لان في ناس بتيجي تقول مثلا والله انا عايز ديزاين، لو مثلا كومباوند زي ميفيدا في ديزاينز مختلفه، مثلا ديزاين اسمه سانتا باربرا، في ديزاين اسمه التوسان ستايل او توسكان، فبيبقى في ديزاينز مختلفه. فكل ما يكون الفيلا ديزاين بتاعها كلاسيك اكتر، انا من وجهه نظري شايف ان ده بيكون من يزود من قيمتها اكتر. دي كانت ال10 نقط اللي احنا اتكلمنا فيهم النهارده، ازاي تختار فيلا. ولو محتاج مساعده في اختيار الفيلا ممكن تبعت لي على الرقم اللي ظاهر على الشاشه بحيث اقدر اساعدك اكتر. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.